أهم. أهلا يا جماعة. حبيت أحكي عن الدراما الصايرة حاليا، قصدي بتاعت هيرومي. علشان كده هدي رأيي اللي صار إنه في حد هجم على هيرومي، وكان شعر بني وعيون خضرة هجمت عليها. آسفة، قصدي النقاش الديمقراطي جدا. خلينا نحكي. هو هجم عليها الأول علشانها غيرت محتواها، مع إنه محتواها القديم كان فيه أغلاط، أو ممكن نقول روتيني ومتكرر. بس الإنسان لما يكبر يتغير. مش حنحسبها على حاجة قبل 2 3، حنحكي على الفيديوهات الجديدة وتوجهها الجديد. الحاجة اللي ضايقتني هي إنه عرفت إنها شالت فيديو ترك الأغاني، وصارت تحط موسيقى على فيديوهاتها في التواصل الاجتماعي. الصراحة أنا ما كنتش بتابعها غير على اليوتيوب، بس أيوة، ده حزني. أنا اتصدمت. قدوتي تعمل كده وتحط موسيقى حرام؟ لكن منكرش إنه محتواها الجديد اللي تهجمت عليه كان عاجبني. بالنسبة لي الفكرة الرئيسية صح. ليه الدين يقعد في العبادة بس؟ ليه ما ناخدوش كمرجع في كل حياتنا؟ بس الحاجة اللي فيها شك وتهاجمت عليها إنها ما عندهاش مصادر، أو واخدة الكلام من ناس متعلمين في الدين. قالوا هو كل من هب ودب حيتكلم في الدين كأنه فاهم. فيديو الهجوم 2 وشوية، فيديو هيرومي ساعة تقريباً، وفي كتير تانيين اتكلموا، بس أنا حختصر كل ده في الفيديو ده. 10 دقايق بالكتير، من ناحية إنهم شايفين هيرومي بعقلية التكبر، وإنها تقول أنا دايماً أمشي عكس القطيع، ولما أمشي مع القطيع أنا بس أفكاري اتطابقت معاكم يا حقراء. أنا شايفة الكلام ده غلط الصراحة. صح إن حد يتصنع البرود ويحاول يعمل حاجات مش في شخصيته، غلط. اطلع على طبيعتك وتقبل الموضوع. الحاجة الوحيدة اللي بقول لكم بتكبتوها، وبجد لو كبتوها مش هتنفجروا ولا حاجة، هي الغضب. وفي ناس تقول الكلام الصحيح من القلب عند الغضب. المهم، ده مش موضوعنا، هبقى أعمل عنه فيديو بعدين. كنا بنتكلم عن إيه؟ أنا نسيت، معلش. أنا بتفرع كتير في المواضيع. صح، القطيع. أنا شايفة الإنسان لازم يفكر، مش احتقار من الناس والمجتمع، بس التفكير في قرارات حياتك هو الصح. ما ينفعش تتبع الناس في كل حاجة، وده ما بيمحيش الشخصية. قبل ما أحكي لكم الملخص، رأي هيرومي غلط. كان لازم تطلع مصادر من علماء دين أو التفسير الصحيح، مش على هواها. والمهاجم غلط علشان لسانه غليظ حبتين، ممكن يكون ألطف شوية. وكمان نقطة، الأفكار الإلحادية والتشكيك في الدين، رأيي ده شيء طبيعي. انتوا حسسوني إن لو شككت في الدين أكون كشفت الكذبة وهخرج من الملة. انت لو واثق في دينك، لو حد شكك فيه هتعرف إنه حيده ويعرف إنه الصح، علشان كل سؤال له إجابة من علماء الدين. بالعكس، الواحد لو ما شكش ودور مش حيزداد إيمانه على الطريق الصح. الدين مش ورث يتورث من العائلات وخلاص، هو شيء لازم تقتنع بيه علشان توصل للإيمان. وأركان الإيمان مش حاجة اتولدت عليها وخلاص. في ناس بتدخل الدين علشان شافته واقتنعت بيه إنه هو الصح. لو أي حد سأل أسئلة وكبرنا الموضوع وخليناه كافر ومشكك، كده إيمانه هيكون ضعيف. خلي عندكم ثقة في الدين من ناحية التشكيك، علشان لما حد بيقول كده بحس إنه مش واثق في الدين هو شخصياً. الإجابة على أسئلتهم هي الصح للي جايين يسألوا بجد، مش اللي جايين يهاجموا خلاص تحس مخهم مغسول. أنا شايفة عادي إنه الإنسان في فترة من حياته يسأل. ويلا نشوف ملخص اللي صار علشان نختصر عليكم 8 ساعات من حياتكم. أولاً، بداية الأزمة.
القصة بدأت لما هيرومي غيرت محتواها بشكل واضح من تطوير ذات عادي لتدبرات دينية شخصية. ناس كانت بتحبها في الأول، لكن بعد التغيير في ناس اتصدمت، وناس عجبتها الجرأة، وناس بدأت تهاجم بشدة. ثانياً، فيديو مصعب يحيى بلس فارس، أقوى هجوم. الفيديو ده كان تقيل جداً، 2 تقريباً، وركز على 1. اتهمها بالجهل المركب، يعني بتتكلم في الدين وعلم النفس بدون علم كفاية، وبتقدم كلام كأنه حقائق. 2. موضوع الإرشاد الإلهي أخطر نقطة. هي بتقول إن عندها إلهام أو إرشاد. هم شايفين ده خطر جداً، لأنه ممكن يتفهم إنه وحي، وده ضد فكرة إن النبوة انتهت. 3. أخطاء علم النفس. قالت إنه القلق الاجتماعي لا يساوي الرهاب، وهم قالوا ده نفس المرض علمياً. استخدمت فكرة أنماط التعلم، وهم قالوا نظرية مش مثبتة. 4. أخطاء دينية بتشجع على الشك في الدين الموروث. هم شايفين ده غلط. بتقول الصلاة صلة مستمرة، وهم قالوا الصلاة لها وقت محدد. بتقول مفيش تفسير ثابت. هم شايفين ده خطر، لأنه يفتح باب التفسير بالهوى. 5. الفلوس بتبيع كتب ودورات. هم قالوا بتبيع أفكار دينية على إنها أمانة. تالتاً، آراء باقي الناس. مستر زين ما هاجمش الفكرة، هاجم الأسلوب. قال إن طريقة الرد فيها تكبر، وده ممكن يخلي الناس تكره الدين بدل ما تقرب منه. أماندا متابعة قديمة، اتصدمت من تغييرها، زعلت إنها رجعت للموسيقى، نصحتها تدرس الدين صح قبل ما تتكلم فيه. يوم كواي ركزت على الشكل والمحتوى، قالت فقدت روح فيديوهاتها، بقى كله آراء شخصية مش تجارب. ميمستر ركز على المنهج، قال إنها بتخلط بين الإحساس الشخصي والوحي، وده خطر. رابعاً، رد هيرومي. هيرومي دافعت عن نفسها وقالت: 1. أنا مش بدعي النبوة، قصدها بالوحي يساوي إلهام، زي الإلهام العادي لأي إنسان. 2. التدبر حق للجميع، مش لازم تبقى عالم عشان تفهم القرآن، هي بس بتشارك فهمها. 3. الفلوس عادية، أي شغل لازم يكون له مقابل، وفي محتوى مجاني برضه. 5. الخلاصة الكبيرة. القصة كلها صراع بين فكرتين. الفريق الأول بيقول الدين لازم يتاخد من متخصصين وبأصول واضحة. الفريق الثاني بيقول كل واحد له حق يفكر ويتدبر بنفسه. الزبدة، الملخص السريع جداً، هيرومي غيرت محتواها. حصل جدل مصعب وفارس، هجوم علمي وديني قوي. ناس تانية انتقدت الأسلوب مش بس الفكرة. هيرومي قالت ده تدبر شخصي مش وحي الجمهور، منقسم نصين. الموضوع مش مين صح ومين غلط، الموضوع إنك لازم تفهم، تسأل وتدور، بس في نفس الوقت تعرف حدودك كويس. رأيي أنا مش مع حد، أنا بس بنقل اللي حصل، بس شايفة إن لازم نفكر، بس كمان لازم نعرف حدودنا. الموضوع مش مين صح ومين غلط، الموضوع إنك تفهم وتسأل وتدور، بس في نفس الوقت تعرف أنت بتتكلم في إيه.